السلام عليكم. النساء الجاسوسات عندهم واحد المكانة مميزة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية اللي كيتعرف بالموساد، وكيتعتبروا من رؤوس حربة في بزاف من نشاطات هذا الجهاز حول العالم. وفي سنوات الصراع العربي الإسرائيلي قدروا ينجحوا ضباط الأمن الإسرائيليين في تجنيد وتوظيف بعض النساء العربيات اللي غيستافدوا منهم من بزاف ديال المعلومات. وفي الفيديو ديال اليوم غنتكلموا على واحدة من أشهر هاد الجاسوسات اللي هي شولا كوهين. قبل ما تسمع القصة ديالها ما تنساش تخلي واحد لايك والاشتراك في القناة إذا عجبك المحتوى، ويلا بينا نبداو القصة. شولا كوهين لؤلؤة جاسوسة الموساد اللي اخترقت بيروت. شولا كوهين تولدت في الأرجنتين عام 1917 لأب مصري يهودي من الطبقة الغنية، ومن بعد هاجرت إلى القدس، تما فاش كملت شولا التعليم ديالها الثانوي، ومن بعد زوجات من تاجر يهودي كبر منها ب20 عام، وانتقلت باش تعيش معاه في بيروت في حي وادي أبو جميل اللي كتعرف بحي اليهود. وفي إطار الزواج شولا غتولد 7 ديال الأولاد، وشولا غتعيش لسنوات طويلة في دار قريبة من معبد يهودي. شولا كانت واحد امرأة جميلة وذكية وكتقن في الحديث، وعندها واحد الحضور وواحد الهبة كتبان قدام الناس اللي معاها. أنا شولا كوهين، وأنا يهودية من بيروت باغا نعاونكم. هذا هو نص الخطاب اللي عطاته لواحد البائع جوال كيجي ديما المتجر ديال الزوج ديالها في بيروت باش يوصل هذا الخطاب لمستعمرة مسكة في فلسطين المحتلة. شولا كوهين كانت باغا تلعب واحد الدور بطولي في إنشاء دولة إسرائيل والتثبيت ديالها، وكانت هذه هي الوسيلة باش تعرض المساعدة للاستخبارات الإسرائيلية. وفاش لقات الاستخبارات الإسرائيلية الرسالة ديالها قدرت ترسل بعض العملاء باش ينسقوا معاها ويتعاونوا معاها. وفي سنين طويلة تمكنت شولا كوهين باش تبني واحد الشبكة معقدة من العملاء داخل لبنان، وهاد الشبكة بناتها من خلال النشاط ديالها الاجتماعي، ومن الاجتماعات اللي كانت كدير في الدار ديالها بوادي أبو جميل، واللي كان كيحضر ليها صفوة المجتمع اللبناني، مستفيدة من الصورة اللي رسمتها على رأسها باللي هي امرأة من الطبقة العليا. وشولا غتمكن باش دير علاقات مع بزاف من موظفي الدولة اللبنانية، ونجحت شولا باش تنقل معلومات عسكرية على سوريا ولبنان، ولعبت واحد دور محوري في نشاط ديال تهريب اليهود من لبنان والدول العربية الأخرى إلى إسرائيل. وفاش قررت السلطات اللبنانية تزيد من مراقبة الحدود، كانت شولا كتنقل اليهود عن طريق البحر من ميناء عين مريسا في بيروت، وقدرت تهرب أكثر من 1000 يهودي إلى داخل فلسطين المحتلة. وهكذا تسمت بلؤلؤة الموساد على أنها واحدة من أهم الجاسوسات لإسرائيل. كيفاش غادي نكتشفوا أمر شولا كوهين؟ غيتم اكتشاف الأمر ديالها بمحض الصدفة، باللي هي واحدة من أهم جاسوسات إسرائيل، فاش كانت الدولة اللبنانية كتحقق في عملية تزوير الطوابع البريدية، وتوصلت هاد التحقيقات إلى اسم لبناني كيتسمى محمد عوض. من ثم غيتوضع محمد عوض تحت المراقبة، حتى غيتبين باللي عنده صلات متكررة بشولا كوهين، اللي حتى هي غيتوضع الهاتف ديالها تحت المراقبة. وداروا واحد جهاز ديال التنصت في الطابق العلوي للدار ديالها باش يسمعوا الهضره اللي كتقال في المجالس بحضور الشخصيات السياسيه الرفيعه. ومن بعد غداهم القوه الامنيه الدار ديالها في صيف عام 1961، غيتقبض عليها وغيتحاكم بتهمه التجسس. وفي اثناء محاكمه شولا اعترفت بلي هي خدامه لصالح الموساد، وغيتحكم على شولا كوهين بالاعدام. لكن هذا الحكم غيتخفف وغيتم الافراج عليها من بعد في صفقه لتبادل الاسرى. ومن موراها شولا غتهاجر مع العائله ديالها باش تعيش في اسرائيل. من ديك الوقت وهي عايشه في اسرائيل حتى توفات عام 2017 في واحد من مستشفيات القدس. وحتى لهنا غتكون هذه هي النهايه ديال قصه شولا كوهين. وكنتمنى تعجبكم القصه، ولا عجبتكم القصه ما تنساش واحد لايك للفيديو والاشتراك بالقناه، وشكرا على المشاهده.